ازيكم يا رجاله، عاملين ايه؟ والله الله اسطى. طبعا الحلقه بقت مرحه خالص، لا عاد في افكار ولا عاد في فلوس، بس لسه في شغف. عشان كده عملت لك فيديو اغرب ناس هتشوفها في حياتك على الانستجرام، وكنسلت التيك توك خالص لان التيك توك كله على بعضه غريب. وفي الحلقه ديت هبدا لك من اول الناس الغريبه لحد الناس الباضينه. فعلشان الكاب كات عملها معايا وخلى تلتين الانيميشن والافكتات اللي فيه بفلوس، يعني زائد اصلا ان هو برنامج كله على بعضه بدائي وتحسه تبع رجال الكهف والمنوفيه، بس هو الوحيد اللي رضي يشتغل على جهازي. والجهاز طلب مني كارت الشاشه قبل كده بس سفخته قلم وقلت له اعتمد على نفسك شويه، فاشترك بقى عشان نجيب بيس جديد. اول اكونت معانا وهو جدو سيد مزار. ايه الاسم ده؟ وهو مش اكونت بني ادم واحد، ما شاء الله العيله كامله قرروا انهم يطلعوا يبدونوا على الناس في الانستجرام. وانا ضد ان اي حد يطلع يغلط فيهم او ينتقدهم، بس هم اللي بيطلعوا بالمنظر ده. وفين؟ على الانستجرام. اكتر واحد محترم على التطبيق ده عنده استعداد يقول عليك افيه او نكته ما تخلكش تنام يومين على بعض في سبيل انه يضحك الناس في الكومنتات. العيله دي بقى طالعه تقدم محتوى زي ده على ابلكيشن زي ده، غير ان مش هغلط او هقول لفظ خارج في الفيديو ده بالذات عشان اصغر واحد فيهم قد جدي او ابويا. اول حاجه كده خلينا نمسك الحاجه واللي اسمها ام العيال، ودول العيال وده ابو العيال، اللي كلهم على بعضهم كده بيحبوا نوع الكوميديا ده. نعم، الناس بتقول لك انت محتاجه يا وليه رز وباميه وملوخيه وهفضل غزاله وطول عمري عويه. وام العيال عندها استعداد تنشر الفيديو 7 مرات على اساس انه فيديو ما فيش اجمد منه كده، او عشان ما جابش مشاهدات قبل كده. تاني واحد هو جدو سيد، او ايه الشغل، لا كفايه الشغل ده، هنسميه عم سيد. وقبل ما اقول اي حاجه ففي نصيحه سمعتها من حكيم زمان، قال فيها ايه بقى؟ كل ما تكبر زود وقار وخفف هزار. وقار بقى، يعني زود وقار وقلل افيهات. هل عم سيد طبق المقوله ديت؟ لا بالعكس، ده دعس على ميتين ابوها باوسخ جزمه عنده، وقرر انه ينزل فيديوهات زي دي. تخيل انت بقى الراجل البيت طالع بيصور نفسه بالشكل ده وبيجيله تعليقات زي دي. والمشكله انه ممكن يكون اكبر واحد في التعليقات عنده 16 سنه مثلا، بس هم ما ارتاحوش لما وصلوا للمرحله دي، لا شاركوا ولادهم في الفيديوهات كمان. معلش ايه التشابه ده؟ يعني بص، اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين مع تعليق اجابتك. اي واحد منهم هو ام العيال. اخترت صح؟ قول لي ليه بقى؟ اصل يعني ده انا خدته في الاحياء السنه دي، اسمه انقسام ميتوزي. حتى يا ريتهم انقسموا في الشكل بس، ده حتى في نفس خفه الدم. تاني واحد هو الراجل ده اسمه اشرف. قبل ما اقول اي حاجه لازم تعرفوا ان القبول مش بالعافيه. يعني انت دلوقتي وانت بتتفرج عليا لو انت مش قابلني تقدر تنتقدني في التعليقات، وانا بدوري لو لقيت ناس كتير بتنتقدني ومش عاجبها اللي انا بعمله على طول هغير العاده ديت لو كانت وحشه، او هغير المحتوى كله، لان انا مش من النوع اللي يحب حد ينتقده، فما بالك لو ناس كتير. اصل انت مش وئام مثلا فهنقول انت عفوي، لا هو واحد الناس متعوده عليه ودي شخصيته، فتلاقيه بيعمل حاجات غريبه وبيقول شباب بدل شباب، بس بتطلع منه حلوه. مية خليفه فلوس حرام. اما اشرف عشان هو قد ابويا بقى وكده، بينزل فيديوهات اقل ما يقال عنها ان هي خصي الكتروني. اللي انت بتعمله في شهر انا هضرب 10. في ايه انا مش عارف في ايه. وابنه اللي كل شويه يقعد يخضه بغطيان الحله. يعني يا عبد الله يا حبيبي، افرض ابوك جاله صرع ولا حد من اللي بيتفرج مات من الخصي، هتشيل ذنبه. ونفس الكلام برضه على عم اشرف، نوع الكوميديا عنده قديمه جدا حتى يا ريته بيتقنها، كل شويه ينسى السكتش ويبص للكاميرا. بس الميزه الوحيده فيه انه ما طلعش الجماعه، فيعني حلو. لو كمان معاه درع ال 100,000 بس عادي، كلها 60 70 سنه ونجيبه. بصوا يا حبايبي، طبعا انتوا شايفينه دي دبابيس فراخ. انا عايز اوريكم نبذه عن خفه دمي. بصوا دي دبابيس فراخ. اي شكتني. تالت بني ادم معانا بقى ما كانش محطوط في الليسته دي اصلا، كنت المفروض اتكلم على واحد بداله بس نخليها الجزء الجاي. اللي فتح عيني على الراجل ده هي قناه مجدي، كان عامل فيديو اتكلم فيه عن الراجل ده، والفيديو اللي هو عمله مفيش اجمد منه، بس ايه ده، الفيديو اتحذف. هو كده كده هينزله تاني، فهسيب لكم رابط قناته في الوصف. هو 930 مشترك، خلوه بقى يوصل 1000 وعقبال ما اوصل انا كمان. المهم الراجل ده هو عم خفاجه. خليك مطول بقى يا حبيبي. ده بقى غير اللي فاتوا خالص، تحسه انسان بيطلع منه هاله كده حبيبي. بس هو من الناحيه التانيه غريب جدا. الاكونت بتاعه لو قابلك وانت دخلت تتصفحه مش هتفهم حاجه، وعنده جمله، الجمله ديت لا تصلح الا لعم خفاجه، وهي يا حبيبي. مفيش فيديو عنده مش موجود فيه كلمه يا حبيبي. الخبز خبزي ولن يكون خبزك يا حبيبي. اوريك وانا بحلق دقني من داخل ملك يا حبيبي. وممكن برضه في نص الريلز يقوم رامي لك كلمتين لغه عربيه وبعدين يقول لك يا حبيبي. في الكلاب بيجوبوا جنبي منين ما بترجل، هتلاقيني بجوب دائما من جانب الكاتدرائية يا حبيبي. وفي معظم فيديوهاته هتلاقيه مصورها في الحمام. يعني ايه في الحمام؟ يعني اكيد مش بيضرب يعني، لا هو بيقعد يقول دقق هتلاقيني دايما بروايح جديده يا حبيبي، حتى قال في الاخر يا حبيبي، او دقق هتلاقيني بهتم بالجزمه الجديده يا حبيبي. هو ما قالش انا يا حبيبي بس دي من عندي يعني. منين ما بجوب كلهم بيحدفوني بالزينه ازاي، امامك تمويني كما هو متبين الكتروني يا حبيبي. ايه يا عم انت جاي لي كلنا اللي دماغه مشطوط؟
بس طبعا انا مش هحلل لك شخصيه الراجل ده او ليه هو بيتكلم كده او هو مين اصلا، لان زي ما قلت لك كل ده مجدي قالها في الفيديو، وممكن عبال ما اخلص مونتاج الفيديو ده يكون هو نزله اصلا، فروحوا شوفوه. وبس كده، هو ده الفيديو. لو حسيت ان الفيديو فاجر وعايز منه جزء تاني، الفيديو ده يوصل 50 لايك. بعجزكم عشان اخر مره طلبت 25 لايك عشان اعمل جزء تاني من قصص كل ما افتكرها ما اعرفش انام، وانتوا خليتوا الفيديو في وقت كتابه السكريبت ده 90 لايك. شكرا لكم بجد. ولو عايز تنضم لعيله الزوز الفشيخ اللي مفيش افشخ منه، ده زر الاشتراك، اوعى تطلع من غير ما تشترك. وده برضه فيديو متاكد انه هيعجبك لو اتفرجت عليه. وقدر تعبي في الفيديو ده واكتب لي تعليق ايا يكن هو ايه التعليق ده. وبس كده، سلام.